السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بوصفة جديدة من وصفاتي. أنا مطبخ أم يارا. إن شاء الله هنعمل مع بعضينا مشروع ناجح جدا جدا لأصحاب المشاريع. هنعمل مع بعضينا الفواكه المسكرة من قشر البطيخ، أو هنعمل التوتي فروتي بطريقة ناجحة جدا 100% وزي اللي في السوق بالظبط. ألوان زاهية وجميلة جدا. أهم حاجة إن انت تتفرجي على الفيديو من أوله وآخره، عشان أنا هقول شوية ملاحظات عشان يطلع معاكي المشروع ناجح 100%. فان شاء الله باذن الله هتتابعيني طول الفيديو، وكمان هقولك على الطريقه الصحيحه اللي تخزني بيها الفواكه المسكره دي، وكمان ازاي هنركب الالوان على بعضيها عشان تطلع الوان جميله زي اللي انت شفتيها في الفيديو. هنبتدي مع بعضينا. انا جبت نص بطيخه، طبعا بطيخه تكون هقشرها. هوريكم ازاي هقشرها. انا بوضح لكم ان انا هقشرها من تحت بالسكينه، وممكن كمان تقشريها بالمبشره بتاعه البطاطس او المبشره بتاعه زمان اللي هي الكبيره دي. هتقشريها من تحت خالص، هتقعدي تكحتي فيها لغايه ما تطلع القشره الخضراء. بعدين هتشيلي القشره الحمراء اللي من فوق، هتشيليها كلها، ولو سبتي حتى منها ما فيش اي مشكله، يعني هتطلع ناجحه معاكي خالص. هتشوفي بنفسك. انا قطعتها بالمنظر اللي انت شايفاه ده، وقطعت كل الكمية اللي معايا. هتقطعيها الاول من النص، وبعد كده هتبتدي تقطعيها صوابع رفيعة خالص، او مش مشكلة رفيعة عادية. هتقطعيها بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بعد كده هتقطعيها مكعبات صغيرة. اهم حاجة يا جماعة متنسوش الصلاة على النبي في التعليقات، وكمان اللايكات عشان خاطر القناة بتاعتي تترفع وتبقى يعني قناة باينة لكل الناس. اتمنى ان قناتي تتشاف وتتعرف. ان شاء الله الكلام ده كله هيتم بيكم انتوا بس. وشكرا جدا على التعليقات الجميله اللي انتوا بتبعتوها لي، اذا كانت على الفيس او كان كمان على اليوتيوب. هنقطعها الكميه كلها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كل الكميه اللي معايا. هنجيب حاجه بقى نحط فيها الكميه دي ونغسلها كويس خالص. هو مش هيطلع حاجات كتيرة، هو بس يعني احنا لازم نغسلها بعد ما نقطعها بالطريقة اللي انت شايفينها. وبعد كده هنجيب حلة على النار، او نجيب اي حاجة غويطة على النار ونحط فيها مية مغلية. اول ما تغلي معانا هنحط كل الكمية معانا بتاع قشر البطيخ، وبالطريقة اللي انت شايفاها دي. انا بوريكم من فوق ان هي الكمية بتاعت المية اعلى شوية من كمية قشر البطيخ بحتة صغيرة، عشان انا مش عايزة مية كتير في قشر البطيخ. هنسيبها بقى تغلي على النار. بعد كده هنوطي النار عليها على نار هاديه، ومش هنغطيها ولا اي حاجه، وهنسيبها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اي ريم او اي حاجه من فوق هتبقى مش مشكله، هي لو قعدت ما تشيلهاش ولا حاجه. ده بعد ما استوت على الاخر، وبالطريقه اللي انتوا شايفاها دي استوت سواها حلو خالص، عجبتني جدا. ولونها كمان مميز جدا وجميل، لون اصفر الحلو زي ما انت شايفه بالظبط كده اللون الجميل بتاعه. هتجيبي بقى حاجه غويطه، وهتجيبي كمان كوبايه عشان تعايري قشر البطيخ ده جاب كام كوبايه بالظبط. ومن خلاله هتعرفي هتحطي كميه سكر قد ايه وكميه ميه قد ايه. فانا قشر البطيخ ده اعمل لي 6 كوبايات من قشر البطيخ. الملحوظه المهمه بقى اللي انا عايزه اقولك عليها في الموضوع ده، لو سكر ابيض الكوبايه الواحده من قشر البطيخ بتعوز نص كوباية من السكر الأبيض، وكمان نص كوباية من المية بنفس المعيار الكوباية اللي قدامك ده. لكن لو سكر اللي هو العادي، السكر الخشن العادي ده زي سكر التومين أو أي نوع سكر، ده مش هتحطي نص كوباية. يعني مثلا لو 6 كوبايات من قشر البطيخ هتحطي كوبايتين بس من السكر على 3 كوبايات مية. ولو السكر الابيض الحلو بتاعنا ده بتاع الحلويات هيبقى 3 كوبايات سكر وعليها 3 كوبايات ميه. خلاص فهمتي الملحوظه دي؟ عشان خاطر ما يسكرش معاكي بزياده، لان السكر الخشن اللي هو سكر التومين ده بيكون مسكر بزياده عن السكر الطبيعي بتاعنا. تمام. انتي بقى بتجيبي نص الليمونه، وبتجيبي كميه الميه قد كميه السكر المفروض.
زي ما علمتها لك بالظبط. هتحطي قشر، هتحطي معلش عصير الليمون اللي هي نص ليمونه، وهتحطي كمان كيس فانيليا. كيس الفانيليا ده اختياري، لو انت هتحطي منكهات فواكه يبقى انت مش هتحطي كيس الفانيليا، لكن لو مش هتحطي حطي كيس الفانيليا، هيبقى جميل جدا معاكي. هنحط كمية السكر اللي هي 3 كوبايات من السكر الابيض، وعليها 3 كوبايات من المية، عشان دول 6 كوبايات من قشر البطيخ. هتحطيها وتقلبيها كده تقليب خفيف على النار من بره الاول، وبعد كده هتحطيها على النار، هتقلبيها برضو تقليب خفيف وعلى نار كده هادية شوية، مش هادية على الاخر. هتقلبيها بالطريقة دي وهتسيبيها بقى تغلي مع نفسيها لغاية ما تقل المية بتاعتها خالص. اهم حاجة ما تنسيش انك تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. انا قلتلك قبل كده ان القريمة اللي تطلع من فوق بتاعة البطيخ مش مشكلة ان انت تشيليها او ما تشيلهاش، دي مش هتأثر في الوصفة بتاعتنا، مش هتأثر خالص. بقولك ان شكلها دلوقتي اتغير وبقى شكلها جميل جدا، حتى لونها كمان اتغير. هتسيبي حبايه الميه القليلين اللي من تحت دول، مش هيأثر معاكي، بس انا خايفه ان هي تلزق معاكي في عرق الحله. فهتطلعي كل الكميه بتاعه قشر البطيخ بالطريقه دي. بعد كده هتشوفي هتجيبي طبقه زي اللي انا بوريها لك دلوقتي، اي نوع طبقه انت عايزاها، اهم حاجه ان انت تغرفي فيها كميه قشر البطيخ اللي انت شايفاها ده. انا عندي الواني بقى اللي هي الالوان الجل، اللي هي الالوان الصناعيه بس الوان جل. فهقولك اللي هي اللون الاصفر والاحمر والاخضر، وهقولك ازاي تركب الالوان على بعض عشان تعمليها الوان جميله جدا وجذابه، وكمان تنجح المشروع بتاعك. وكمان هقولك على طريقه التخزين، تخزنيها فين، وايه هي العلب اللي انت تحطي فيها عشان تعرفي تبيعي المشروع بتاعك كويس خالص، وكمان يكسبك دعم. زي ما انت شايفه كده، هتحطي الكميات، هتوزعيها على الطبقه اللي انت شايفاها دي، وقدامكم بالظبط هي عملت 5 طبقة من قشر البطيخ بالطريقة دي. طبعا هتجيبي كل طبق معلقة عشان خاطر ما تخلطيش الالوان على بعضيها، ما تبوظش معاكي الوصفة. انا جبت اللون الاخضر وحطيته، طبعا اللون الاخضر من الالوان المفضلة عندي، بحبها جدا. اللون الاخضر ده لون الزرع ولون الامل والتفاؤل وكل حاجة حلوة ان شاء الله. هتقلبيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، هتقعد تقلبي فيها. انا عايزه اقول لكم ان انا سرعت خالص في الموضوع ده، يعني في الفيديو، عشان خاطر انا قلبت كتير خالص، فهيطلع معاكي بالشكل الجميل ده. وكمان حطيت اللون اللي بعده اللي هو اللون الاصفر. انا عايزه اقولك ان اللون الاصفر ما فرقش كتير عن اللون الطبيعي بتاع قشر البطيخ، يعني انا حطيت كميه وحطيت كتير نقط كتير من اللون، بس هو ما اثرش كتير في اللون بتاعه. يعني حطيتي او ما حطيتيش هيدي برضو اللون الاصفر اللي قدامك ده. ما تنسوش يا جماعه الصلاه على النبي في التعليقات. هنجيب بقى اللون الاحمر الجميل بتاعنا، هتحطي اللون الاحمر هيطلع لك لون احمر جميل جدا، هتشوفيه الوان زاهيه جدا وجميله. انا اصلا بحب الوان الجل الصناعيه غير الالوان البودره، انا بحس ان انا مش الوان البودره معايا مش حلوه قوي زي الوان الجل الصناعيه دي، هي ما بتبقاش غاليه خالص بالطريقه اللي انت شايفاها دي. هتحطي بقى التوتي فروتي او قطع قشر البطيخ اللي انت شايفاه ده، هتحطيه في ايه من الحلويات؟ هتحطيه في الانجليش كيك، بتبقى جميله جدا جدا. وهتحطيه كمان فاكرين فيديو القشطه بتاعت حلاوه المولد اللي عملتها لكم قبل كده؟ برضو دي من قطع التوتي فروتي اللي انت شايفاها دي، او الفواكه المجففه او المسكره.
هنحط اللون الثالث. انا بحب اللون ده جدا، هو لون الكاكولا. انا حطيت اللون الاخضر تقريبا، حطيت الاخضر ايوه، وحطيت معاها اللون الاصفر. انا قلت ان هو يجيب لي لون جميل، يعني انا مش عارفه، انا كترت فيه. هو كان احمر مع اصفر ولا ايه، انا مش عارفه. حطيت لونين مع بعض طلع اللون ده. المهم ان هي طلعت لي اللون الكاكولا، طلع لي لون الكاكولا تقريبا هو اللون الاخضر مع اللون الاحمر، طلع لي لون الكاكولا زي ما انتوا شايفين. وحطيت عليه نقطتين من اللون الاصفر، ما اثرش فيه خالص، بس هو عمل لي لون الكاكولا اللي انتوا شايفينه ده. بس لون جميل جدا جدا. كمان طلع معايا في الفيديو خطير، بس هي الاضاءة صراحة كانت ظلماني جدا. فاضل بقى اللون الاخير اللي معايا ده، فحبيت اعمل لونين مع بعض. هوريكي، حطيت انا اللون الاحمر مع اللون الاصفر عشان يعمل لي لون برتقاني، بس للاسف ما اثرش معايا قوي اللون البرتقاني، عمل لي نفس اللون الاحمر اللي في الطبق اللي جنبه. فرحت طبعا قعدت اكتر في اللون الاصفر عشان خاطر يعمل لي اللون اللي انا عايزاه، اللي انا عايزه اوصل له، لغايه ما عمل لي اللون البرتقاني الجميل. يعني حطيت اصفر كتير لغايه ما عمل لي اللون البرتقاني اللي انا عايزاه. فطبعا طلعت الالوان جميله جدا وزاهيه وقريبه جدا من بعض. يعني صراحه طلع الالوان اللي انا عايزاها بالطريقه اللي انت شايفاها دي. انا عايزه اقول لكم ان انا كترت كتير في اللون الاصفر عشان يطلع لي اللون اللي انا عايزاه. انا بحب من قناتي اشكر اهل الجزائر، دايما بيدعموني الصراحه، واهل المغرب برضو حلوين جدا. بس الجزائر كمان بيدعموني بزياده. شكرا جدا لاهل الجزائر. احنا بقى بعد ما عملنا الالوان بتاعتنا، انا جبت القطاعه بتاعتي العاديه، وبعد كده حطيت عليها مش ورق زبده، لا انا حطيت عليها الورق بتاع السندوتشات، ورق السندوتشات العادي، لان هو اكتر ورق ممكن يمتص الميه بتاعه قشر البطيخ. فرحت طبعا انا فرشته بالطريقه اللي انتوا شايفين دي، حطيت لون حطيته وفرشته بالطريقه دي. اهم حاجه ان انتي لما تفرشيه على الورق بتاع السندوتشات ده تفرديه كمان اكتر، يعني توسعيه شويه عشان خاطر ينشف براحته زي ما انتي شايفه كده. هو ده انا بقولك على شويه ملاحظات يا جماعه، معلش الفيديو طويل شويه، بس والله عشان يطلع معاكي المشروع جميل جدا وما تحتاجيش ان انتي تشتريه من بره، لان من بره الصراحه غالي جدا. علبه صغيره جدا بتعملها الشيء الفلاني. طب ليه وانتي دلوقتي في فصل الصيف وممكن تعملي قشر بطيخ وتعملي بيه حاجات تانية؟ وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب جدا نعمل بيه اللي هي الفواكه، الحلويات المسكرة اللي هي بتتباع دي بالسكر. هقولك ازاي تعمليها مش بالنشا، لا هقولك ازاي تعمليها بطريقة جميلة جدا وزي السوق بالظبط. ده اللون اللي انا بقول لكم عليه اللي هو اللون البرتقاني الاورنج. طلع معايا جميل جدا جدا، بس زي ما قلت لكم ان الاضاءة ظلمها شوية. وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتسيبيه بقى ينشف يومين او 3. هتسيبيه، اهم حاجة ان انتي هتقعدي تبدلي في الورق بتاعه. انتي مش هتبدليه كتير، هي هتبدليه مرة واحدة بس. يعني هتجيبي صينية كده هو زي ما انتي شايفة، وهتحطي عليها ورق السندوتشات اللي انا قلتلك عليها، وهتجيبي بقى تشوفي الالوان الجميلة اللي طبعت على الورق الاولاني بعد ما سبتها ليلة كاملة وقعدت لغاية تاني يوم، فنشفت وبقت بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. انا حطيت كل الكمية، ما كنتش عايزة الوان تتلخبط على بعضيها عشان اعرف احطها كل واحدة في علبتها، فكنت ماشية بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الالوان زي ما انتوا شايفة جنب بعضيها، بس اهم حاجة ان هي عشان تتصفى كمان في مكان تاني لازم ان انتي تشيلي
التوتي فروتي دي من الورق القديم وتحطيه في ورق جديد بالطريقة اللي انت شايفينها دي. والله هيطلع معاكي مشروع ناجح جدا وجميل جدا. اهم حاجة ان انتوا لو عملتوا الفيديو ولو طبقتوا الفيديو دي يا ريت توروني الوصفة بالصور حتى اعرف بس طلعت معاكم ازاي، ولو في اي خطأ او اي حاجة يا ريت ان انتوا تقولوا لي في التعليقات لو طلع اي حاجة غلط في الفيديو يعني، او ما نجحتش معاكي، او احنا نسينا مثلا اي تركة بسيطة. هنعرف مع بعضينا ايه الغلط اللي حصل في الوصفة عندك. انا الحمد لله طلعت الوصفة معايا ممتازة 100%، وده لاني ظبطت كمية السكر اللي انا عايزاها. انا عايزة اقولك ان انا ظبطت كمية السكر. اول وصفة حطيت سكر التومين العادي اللي هو السكر الخشن اللي هو الاسمر شوية، وبعدين تاني وصفة حطيت السكر الابيض بتاع الحلويات. وعرفت الصراحة الفرق ما بينهم ان انتي طبعا تحطي سكر الحلويات، ما تحطيش اي سكر وخلاص. فطلعت بالنتيجة اللي انتي شايفاها دي بقى في الليلة التالتة، يعني في الليلة التالتة ايوه طلعت بالطريقة اللي انت شايفاها دي جميلة جدا. وشايفين شكل الكاكولا عامل ازاي؟ هو اللون الكاكولا دي زي السوق بالظبط وتحفة. طعمها جميل جدا، وعيالي فرحوا بيها وقعدوا ياكلوها هما قاعدين وقالوا لي يا ماما اعمليها على طول. انا هعملها لهم المرة الجاية، بس هعملها بالمنكهات. يعني مثلا لو عندي نكهة البرتقال هحطها في اللون الاصفر، ولو عندي نكهة الفراولة هحطها باللون الاحمر، لو عندي نكهة الكاكولا هحطها في اللون بتاع الكاكولا، ولو عندي اي الوان تانية مثلا زي الكيوي هحطها في اللون الاخضر. هتعرفي انتي بنفسك تعملي ايه، وهتطلع جميلة جدا معاكي. وحتى لما تحطيها في الانجليش كيك هتبقى جميلة جدا. هتاخدي بقى العلب دي اللي هي العلب بتاعت اللي انتي بتشتريها من بره. هي العلب مش مكلفة خالص يا جماعة، بس انتي بتجيبي بتحطي عليها معلقة من كمية الفروتي اللي معاكي دي، الفواكه المجففة بالطريقة اللي انتي شايفاها. بصي طلعت جميلة ازاي، والوانها زاهية كلها متركبة مع بعض بطريقة جميلة جدا. وان شاء الله هتعجبك وتبقى مشروع ناجح معاكي ويكسبك ذهب ان شاء الله باذن الله. حبيت اوريها لكم ازاي احنا بنشتريها من بره، وحرام ان احنا نشتريها واحنا عندنا قشر بطيخ في البيت، وتعمليه بالطريقة اللي انت حباها. بصي كمان تحطيها برضو في العلب دي، بس العلب دي ممكن يعني تخسرك كتير، لان العلب دي علب كبيرة زيادة عن اللزوم، الا اذا عملت لها سعر محدد. تمام. انا عايزة اوريكم الالوان ازاي طالعة جميلة جدا، الوان خطيرة زاهية تجذب النظر كده، وتخلي اي حد معدي يشتريها منك. ان شاء الله هيطلع مشروع ناجح 100%، وادعيلك وتدعيلي ان شاء الله. اما بقى ازاي هتشيليها او هتخزنيها، هتحطيها في اللي هي اكياس الخزين الكيلو، هتخزنيها عادي في الثلاجة وهتبقى جميلة جدا. تقعد معاكي كتير، وقت كتير خالص، ممكن تقعد معاكي اسبوعين 3 شهر، مش هيأثر خالص في الموضوع. العلب بقى اللي انا بوريها لك في الاخر هي دي العلب اللي احنا بنعمل فيها المشروع، وكمان العلب دي كانت اول الفيديو. هي دي العلب اللي انا بكلمك عليها، علب بسيطة خالص ورفيعة كده هو، وتشيل كمية بس حلوة من المشروع، او تشيل كمية حلوة من الفروتي. ممكن ان انت تختاري ما بين العلب. اهم حاجة لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، مع مطبخ أم يارا.